الكيكة اليومية، كيك الشاي، كيكة هشة وطرية وطعمها والله العظيم كان في منتهى الجمال، ومقاديرها بسيطة ومتوفرة في كل بيت إن شاء الله. هنعملها من غير زبدة ولا سمنة. لو أول مرة بتشوفيني، أنا اسمي فاطمة ودي قناتي، يسعدني اشتراككم فيها. هنسمي بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله. معايا كوبايتين من الدقيق، ضفت عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر او كيك شيف اللي شفناه الاول، وهنا ضفت عليهم معلقتين كبار مليانين من النشا ومعاهم ذرة ملح. وهنا في شفشق الخلاط حطيت بيضتين كبار بدرجة حرارة المطبخ، وضفت عليهم معلقة كبيرة من الخل، وهضيف عليهم كيس فانيليا بنكهة البرتقال واضربهم، وبعد كده هضيف عليهم كوباية وربع من السكر واخلطهم كويس، وضفت عليهم كوباية الا ربع من الزيت وكوباية من اللبن، ضربتهم مع بعض كويس ونزلت بيهم في طبق زي ما احنا شايفين. وبعد كده هنزل عليهم بالمقادير الجافة دي، انا نخلاهم مع بعض مرتين او 3، ونزلنا بالدقيق شوية شوية لحد ما خلصنا الكمية وضربناها خلطناها كده في اتجاه واحد. كوباية اللبن اللي انا ضفتها كانت دافية يا جماعة، دافية بس مش سخنة. بعد كده حطيتها في صينية مدهونة سمنة مقاس 26، وطبعا مسخنين الفرن من اول ما ابتدينا نعمل الكيك. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، شايفين شكلها طرية وهشة وفي منتهى الجمال. حاسب لكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك وتنورونا بالاشتراك. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.